بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد من قناتكم قناة المهاجر. يا ترى عمر النهاردة ايه الموضوع الجديد النهاردة اللي انت جايين بيه؟ خليكم معانا لحد نهاية الحلقة، ان شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة جدا وحاجات مهمة جدا جدا جدا. ولو عجبكم المحتوى بتاع النهاردة ما ينساش الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. طب يا عمر النهارده ايه الموضوع بتاع حلقة النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم النهارده عن ايه هي الاشياء التي يجب على الطلبة ان هم يعملوها اول ما بيوصلوا بولندا. اكيد حاجة مهمة، عشان كده حبيت اعمل معاكم ان شاء الله النهارده فيديو مختصر جدا وهدخل معاكم على طول. اول حاجة هنحب نتكلم فيها النهارده، اول ما كلكم بتوصلوا للمطار اكيد لمطار بولندا، سواء كانت في وارسو او جدانسك بوزنان او فروسواف، لان احنا النهارده بنتكلم عن بولندا بالاخص للطلبه، ان موضوعنا الشاغل حاليا دلوقتي هو موضوع الدراسه. فالطالب اول ما بتوصلوا ان شاء الله في اي مطار في مدينه من المدن الموجوده في بولندا، لازم نحط في بالنا ان احنا نغير ولو جزء بسيط جدا من الفلوس اللي موجودة معانا. ما نحاولش ان احنا نغير الفلوس كلها، يعني على سبيل المثال حوالي 50 دولار مثلا، يعني بالعملة بتاعة الزروطة، او حتى لو اقل من كده. ليه يا عمر؟ عشان مثلا لو احنا دلوقتي عايزين نعمل اوبر مثلا ونتصل بيه عشان يوصلنا للمكان بتاع الدروم او بالسكن اللي احنا موجودين فيه، كل واحد فينا فيكم انت او انتي معاكم شنطه، جايين من الدول بتاعنا العربيه، مش شرط من مصر فقط، بنبقى تعبانين من رحله سفر كبيره جدا جدا وعدد ساعات مثلا كبيره، ممكن نكون ترانزيت او مباشر. فعشان كده اول ما بنوصل المطار بنحاول من خلال الصرافه اللي موجوده في المطار هناك يحبذ مثلا جزء بسيط 25 30 او ماكسيموم 50 دولار ونحولهم في العمله الزلوطه. بس كده يا عمر؟ لا، لازم كمان نعمل ايه؟ ان احنا نشتري خط تليفون من المطار. هناك في شركات كتير جدا لخطوط التليفون، اكيد هو كارت، مش هنقول مثلا خط اشتراك شهري، بيكون عليه عروض كبيره جدا للجيجا بايت بتاع الانترنت. ممكن نحاول نشوف احسن خط واحسن عرض هناك ونحطه في التليفون بتاعنا ونفعله، وفي نفس الوقت نشحن حوالي مثلا زي 10 زلوطه، يعني 2.5 مثلا ايرو او الكلام ده، عشان يبقى في معنا في خط. ليه يا عمر؟ عشان نفعل هنا بعد كده، بعد ما نفعل الخط اللي هو شركه اوبر، عشان نبدا هناك ان احنا نتصل بيهم وناخده مثلا من قدام المطار او يجي لنا عشان يوصلنا للمكان بتاعه السكن. يبقى دي اول حاجه مهمه لازم نحطها في بالنا. طيب بعد ما نروح بالسلامه ان شاء الله للدروم او السكن اللي احنا ساكنين فيه، تاني يوم مثلا الصبح بنروح حاجه اسمها الستودنت اوفيس. بيكون معانا صور شخصيه والاوراق بتاعنا الاصل والصور. صوره شخصيه ليه؟ عشان يطلع لك بيها الكارنيه اللي هو الستودنت كارد، لان ده مهم جدا 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 ولازم نحطه في عين الاعتبار. طب الاصل بتاعنا او الورق بتاع الاصل بتاعنا بيشوفوه في الستودنت اوفيس وبياخدوا بس الصور عشان يبدا يعمل لك ايه اللي هو الستودنت كارد. طيب بعد كده من خلال برضو نفس المكتب ده نحاول ان شاء الله تاني خطوه ايه؟ ان احنا ناخد منهم ميعاد. يبقى تاني خطوه نحاول ناخد منهم ميعاد عشان ايه يا عمر؟ عشان ان شاء الله تروح وتعمل الرقم الاجتماعي اللي هو ما يسمى البيسل نمبر. البيسل نمبر او الرقم الاجتماعي اللي هو انت او انت مسجلين تلقائي في السيستم كشخص موجود على الاراضي سواء البولنديه او في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، ده سيستم موجود. لما بتاخدوا الرقم الاجتماعي ده ممكن يحجزوا لكم ميعاد من خلال الستودنت اوفيس في نفس اليوم اللي انت فيه، مثلا اللي هو مثلا اليوم الثاني، او بيكون مثلا بعدها بيوم. تلقائي بعد ما بتطلع الرقم الاجتماعي ده، ثالث خطوه بنروح فين؟ بنروح على البنك عشان نعمل حساب بنكي في بولندا. مهم يا عمر؟ ايوه اكيد مهم، لان الحساب البنكي بعد كده خطواته ان شاء الله هيساعدكم في اجراءات الاقامه. طبعا كل جامعه لها تعاملات مع احدى البنوك، بس الغالبيه العظمى في بولندا بيكون هناك بنك اسمه سانتاندر للطلبه. فعشان كده برضو بتاخد مثلا ورقه من الجامعه الاثبات بتاعك مثلا والرقم الاجتماعي البيسل بعد ما بيطلع، وتروح هناك لاقرب فرع من البنك بتاع سانتاندر، بتقول مثلا الباسبور بتاعك، وبتبدا يعمل لك هنا كونتراكت او عقد ان انت حساب ليك بنكي موجود في بولندا. لو معاك الرقم الاجتماعي بينكتب، لو لسه ما خدتوش بتستنى مثلا منه، وبعد كده صوره الباسبور وبنخلص كل حاجه. يبقى هنا معانا ايه؟ رقم حساب بنكي بولندي مهم جدا جدا. الخطوه اللي بعد كده بعد الحساب البنكي بنروح بعد كده فين؟ للتامين الصحي البولندي. بناخد ورقه من الجامعه اللي هي معانا بتاعت برضو من خلال الستودنت اوفيس، بناخد مثلا ورقه زي الاكسبتنس ليتر وكل حاجه، ونروح للتامين الصحي البولندي اللي هو ان اف زد.
وده برضو قبل كده خطواته انا شرحتها، عملت عليه فيديو مفصل، ممكن ان شاء الله ترجعوا له وتحاولوا تشوفوا الخطوات اللي كانت موجوده وايه الشرح وايه هو اهميه التامين الصحي البولندي. هل ده عمر كل شيء؟ لا، في خطوه اخيره برضو. بنروح بعد كده بنرجع تاني للستودنت اوفيس، وبنحاول زي ما خدنا منهم ميعاد للبسل اللي هو الرقم الاجتماعي، بنحاول ناخد ميعاد برضو لمكتب الهجرة اللي هو مكتب الإقامات عشان نبدأ في إجراءات الورق بتاعنا بتاعة الإقامة. يبقى ده باختصار أول حاجة، أول ما بنيجي من المطار في عجالة بنحاول نغير مثلا حوالي زي 25 يورو 30 ماكسيموم 50 يورو لعملة زلوطة. بنجيب خط تليفون كارت لاي شركه من شركات المحمول البولنديه، بنفعله بنحطه معاكم في التليفون ونشحن حوالي زي 10 زلوطه ماكسيموم مثلا، وبعد كده بنفعل الابلكيشن بتاعه او بننزله على التليفون بتاع اوبر، وبنتصل بيه من هناك من المطار جنب المطار او حسب ما بيجي لنا عشان يوديكم للسكن اللي هو الدورم بتاع الطلبه، بيبقى مثلا تعبانين او كده. بعد كده في اليوم الثاني ان شاء الله الصبح بناخد الورق بتاعنا وبنروح للستودنت اوفيس، بنكون معانا صور شخصيه عشان نعمل الكارت بتاعنا بتاع الطلبه، والاصل بتاع الورق بتاعنا كله والصور بيشوفوه عشان يعملوا لكم الكارت الستودنت كارت، وبياخدوا منكم الصور والاصل بيكون معاك. بعد كده ان شاء الله بنحاول برضو من خلال المكتب ده ان احنا بناخد ميعاد المكتب اللي هو بتاع بيطلع منه رقم البيسل او الرقم الاجتماعي، بس قبلهم بخطوه بنروح البنك بنسأل على البنك عشان نعمل كشف حساب، او ان احنا لنا رقم حساب بنكي في بولندا مهم جدا جدا جدا. من خلاله بعد ما يطلع لك الحساب بتاعك ده ان شاء الله، وبتكتب العنوان بتاعك بتاع المدينه الجامعيه، وبتقول لهم رقم البسل بتاعك وبينكتب هناك وصوره من الباسبور. بتاخد بعد كده الخطوه الاخيره، بنروح او قبل الاخيره على التامين الصحي البولندي، معاك الورقه بتاع الاكسبتنس ليتر من الجامعه وبرضه الباسبور بتاعك، وبتبني معاهم عقد عشان كده ان شاء الله يطلع لك اللي هو التامين الصحي البولندي اللي بعد كده بيكون مهم جدا في ورق الاقامه. وانا زي ما قلت لحضراتكم عملت فيديو مفصل وشامل لكل حاجه من الموضوع ده، ترجعوا له ان شاء الله. اخر حاجه ان شاء الله بنرجع تاني للستودنت اوفيس عشان ناخد ميعاد لمكتب الاميجريشن او مكتب الاقامات عشان ان شاء الله تبداوا هناك تمشوا في اجراءات الاقامه. ده الحاجات المهمه والاشياء التي يجب على الطلبه فعلها او عملوها، او ان احنا نمشي في اجراءاتها ونعملها على طول اول ما بنوصل بولندا بالسلامه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وزي ما قلت لو عجبكم المحتوى بتاع الفيديو ما ننساش ان احنا نعمل اعجاب واشتراك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. في رعايه الله، دمتم ودامت اوقاتكم.